ازازة السم دي حطها لهم في العصير، تخلصي بيها على حياتهم ونبدأ حياتي أنا وأنت بقى. سفاحة الصعيد في قبعة المحيط. في قرية قوم البجا محافظة قنا تحديدا في 2021، في صباح يوم عادي اتصلت ربة منزل بالإسعاف وبلغتهم إن جوزها وأولادها بيتوجعوا ومش عارفة السبب، وكانت منهارة وبتعيط. ولما الإسعاف وصلت لقوا الزوج والأولاد في حالة غيبوبة مش بينطقوا ولا كلمة ووشهم شاحب، فعلى طول نقلوهم على المستشفى وبدأ طبيب الاستقبال يكشف عليهم، وكان تشخيصه المبدئي اشتباه في تسمم. ولما الطبيب سأل الأم إيه آخر حاجة واكلينها، قالت إن الأب كان جايب علبة عصير وهو جاي من بره وقعد يشرب العصير هو وأولاده، وكانت بتقول كده وهي منهارة وبتعيط. وطبعا بعد محاولات كتير في إسعاف الأولاد والأب من عمل تحاليل وأشعة وغسيل معدة، للأسف كل المحاولات كانت فاشلة وما قدروش يمنعوا قدر ربنا، ومات الأولاد الثلاثة ولكن نجا الأب اللي دخل في غيبوبة. وعشان نعرف الحقيقة فين وإزاي الشرطة اتعاملت مع تفاصيل القضية دي، تعالوا نحكي الحكاية من الأول. تعالوا مع بعض نروح لبيت عم رأفت، المكان اللي حصلت فيه الجريمة، ونبدأ بالأم. ربة منزل عندها 32 سنة واسمها شيماء، واللي كانت متجوزة عم رأفت. كان شغال عامل بسيط واتجوزهم لمدة 10 سنين، واللي ربنا رزقهم خلال مدة جوازهم ب4 ملايكة: أمير وأميرة وآدم وأمنية. وآدم كان أكبرهم عنده 9 سنين. عم رأفت كان شغال زيه زي أي عامل، بيطلع من صباحية ربنا وما يرجعش البيت غير آخر النهار تعبان وهلكان. وطبعا لأنه راجل شريف ومن الصعيد كان كل همه إنه يستر على أولاده ويخليهم مش محتاجين حاجة، وده طبعا نموذج لراجل تعبان وشقيان طول الوقت. والطبيعي برضه إن مراته لازم تقدر حاجة زي كده، ولكن اللي حصل العكس. شيماء ما كانتش مقدرة شغل عم رأفت، واللي كان الفراغ قتلها. فبدل ما تحافظ على نعمة ربنا وتحافظ على بيتها وأولادها وجوزها اللي مراعي ربنا فيها، سابت كل ده واختارت تدخل علاقة غير شرعية مع شاب من سنها اسمه جلال. كان شغال سواق وكان بيجي لها قدام البيت بالعربية بتاعته وبيشغل أغاني. شوية شوية اتعرف عليها وبدأت تطلع له من البيت وتضحك له. اتبادلوا الأرقام مع بعض وبدأ بينهم محادثات عن طريق الواتساب، ولكن مع مرور الوقت حصل بينهم لقاءات وعلاقات غير مشروعة. وفي يوم زي ما كانوا متعودين يتقابلوا زي أي يوم، جلال فاجئ شيماء وقال لها اختاري بيني وبين جوزك وأولادك وبيتك. وهي على طول من غير أي تفكير قالت له طبعا أنا مختارك أنت، يولع جوزي بعيالي ببيتي. قال لها خلاص احنا لازم نخلص منهم كلهم. قالت له طب ازاي هنخلص منهم من غير ما نتكشف؟ قال لها سيب الطريقه عليا، انا هجيب لك سم كلاب وفي يوم عادي هتصحي الاولاد وهتصحي جوزك وتحط لهم السم في العصير وانت بتحضر لهم الفطار، واول ما تلاحظ عليهم اعراض السم سيبيهم شويه عشان نتاكد ان هم ماتوا. ما تتصليش بالاسعاف غير لما تحس ان هم اغمى عليهم. وبالفعل تاني يوم من غير اي تردد ولا تفكير نفذت خطتها، صحت أولادها وحضنتهم وقدمت لكل واحد فيهم كوباية العصير وجواها سم الكلاب. ما رحمتهمش ولا فكرت لحظة ترجع اللي عايزة تعمله وهي بتبص في عينيهم. مفيش ثواني وبدأ الأولاد بالزوج يصرخوا من كتر الوجع. المشكلة إن في اللحظة دي كانت بتتابع مع عشيقها بالتليفون وبتنقله اللي بيحصل لحظة بلحظة. قال لها ما تبلغيش الإسعاف زي ما اتفقنا. وبالفعل بعد ما اتأكدت إن هم دخلوا في غيبوبة كلمت الإسعاف اللي جت ونقلتهم على المستشفى. ولكن اللي اتكتب له عمر جديد هو جوزها عم رأفت وبنتها الصغيرة أمنية اللي مرضتش تشرب العصير من إيد أمها. اللي كشف المجرمة دي هي اختلاف أقوالها في التحقيقات، شوية تقول إن هم شربوا عصير مسموم وشوية تقول لا ده شربوا مبيد حشري. طبعا المباحث فتشوا البيت ولما فتشوه لقوا السم اللي استخدمته شيماء في قتل عيالها وجوزها. وبعدها شيماء اعترفت على عشقها وقالت ان هو اللي حرضها وجاب لها السم. بعدها تحولوا على النيابة ومن النيابة على المحكمة اللي حكمت عليهم بالإعدام شنقا. وطبعا عشان تعرفوا ليه المحكمة هنا حكمت بالإعدام لازم نعرف السبب. قانون العقوبات حط ظروف معينة بتشدد العقوبة للإعدام، ده في حالة توافرها. من ضمن الحالات دي هي القتل بالسم، وده اللي حصل من سفاحة الصعيد. وسبب تشديد العقاب هنا للإعدام هي خيانة الجاني للمجني عليه، لأن مفيش حد هياكل أو يشرب إلا من إيد حد هو واثق فيه، وبالتالي الجاني اختار وسيلة جبانة وخسيسة عشان يتخلص من المجني عليه. وده اللي حصل من سفاحة الصعيد اللي ما رحمتش أولادها
واستخدمت السم عشان تخلص على حياتهم عشان تشبع رغباتها ونزواتها الدنيئة. استنونا في حلقة جديدة وقضية جديدة وتحليل قانوني جديد في قبعة المحقق رامي عبد الحليم.